السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة لميا كويزين. ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم هانيين ومرتاحين وصحتكم بخير يا رب. جمعة مباركة للجميع، ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله. الوصفة تاع اليوم جبت لكم اروع كريمة تقدروا تعتمدوها لرمضان 2026 ان شاء الله. كريمة خفيفة بنينة واقتصادية وخاصة لعشاق الحمضيات كيما الليمون والبرتقال. تحلية هذه تاع نهار اليوم غادي تعجبكم بزاف. وبما انه رانا في لاسيزون تاع البرتقال اون بروفيت ونخبو شويه لرمضان ان شاء الله باسكو نحتاجوها للسهر. كالعاده نفكركم قبل ما نبداو في طريقه التحضير، نقول لكم ما تنسونيش اذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنسونيش بالجيم واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نروح نشوفوا طريقه التحضير كيف نسمو بسم الله ونصلوا ونسلموا على رسول الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي كريمه البرتقال. كما كنت قلت لكم بلي كريمه اقتصاديه وما فيهاش مكونات بزاف، غير مكلفه. كما رانا عارفين دركا لا سيزون تاع التشينا ما كاش اللي ماهاش عنده تشينا في الدار. انا الكميه هذه راه كنت نشوفوا فيها 3 حبات تاع طونسون كبار كانوا كافيين باش يعمروا لي 2 كيسان. هنا التشينا تاعكم كي تعصروها تروحوا تصفوها بيان سور، نحوا لها هذاك البولب تاعها باش تجينا لا كريم تاعنا صافيه وما تجيش فيها حبيبات. نزيدو عليها 2 مغارف كبار سكر. بون اللي يبغي الحلاوه ينجم يزيد يدير المغرف الثالثه. انا التشينه تاعي كانت حلوه سكيفي 2 مغارف كانوا كافيين. وانتوما هنا كي ديروا السكر ذوقوا خلطوا ذوقوا، اذا جاتكم حلوه فيها وفي الخير، واذا جاتكم شويه صنطه زيدوا لها على حساب الذوق. ونزيدوا 2 مغارف كبار تاع نشا ونخلطوا بيان بارد في بارد. ما تخلوش النشا تاعكم كيما هكا مكتله باسكو من بعد غادي دير لكم لي غرومو كي تحطوها فوق النار. كي تخلطوها وتذوبوا ديك النشا حطوها على نار هاديه وقعدوا تخلطوا غير بشويه، ما تخلوهاش واحد حطيب سينو غادي تحت غادي تحجر لكم. خلطوا بشويه حتى تشوفوها دير فقاعات وتتقال. شوفوا البنات انا هنا كي وخرتها على النار قعدت نخلط فيها شويه بالفوي وما حبستش تخلط حتى نقصت لها درجه الحراره باش ما ديرناش هذيك لاكروت اللي من الفوق، باسكو نحطوها حاميه في لي فيغين تاعنا بيان سور غادي يتشقوا. الكميه هذه تاع الكريمه غادي تعمر لكم 6 تاع لي فيغين، ولا كان صغرتوا الكيسان كيما راكم تشوفوا انا تاعي كبار بالك ما يبانوا لكمش في لا فيديو مليح، لكن صغرتوهم غادي يديروا لكم 7 ولا 8. وزعت الكريمه تاعي على لي فيغين نخلوها دو كوتي تبرد، نروحوا نحضروا الطبقه المقرمشه. هنا استعملي اي نوعيه تاع الكاطو عندك. انا استعملت الكاطو هذا بكريمه الفاني ليسونسيال تكون فيه اون كريم باش يجيكم شويه طري ما يجيكمش يابس. شوفوا انا طرفته غير بيدي باسكو كي نبغي ناكل لا كريم نبغي نستبن هذاك لو غو تاع الكاطو، لكن نتوما تبغوه غبره روحوا في لاشوار. شوفوا المرحله هذه تاع البسكوي المفتت راهي طبقه اضافيه، اللي يبغي يديرها يديرها، اللي ما يبغيش يديرها ما يديرهاش. شايله هي تجي بنينه وتضيف واحد القرمشه للكريمه تاعنا. دركا نروحوا نحضروا الطبقه الثانيه من الكريمه اللي هي كريمه الفاني. عندنا نصف لتر من الحليب، نزيدوا معاه 3 مغارف كبار تاع سكر. كما قلت لكم قبيل السكر على حساب الذوق، اللي يبغيها حلوه يزيد، سينو ديروا 3 مغارف كيفي جات هذيك هي في الذوق جات نيشان. نزيدوا عليهم 2 مغارف كبار تاع نشا الذره. هنا كي نحطوا السكر والنشا نقعدوا نخلطوا بالفوي مليح حتى تشوفوا هذيك لا مايزينا تاعكم دابت هي والسكر بارد في بارد، باسكو تخلوها هكاك تروحوا تحطوها فوق النار غادي دير لكم لي غرومو. بيان سور الهضره هذه راهي موجهه للمبتدئات. بعد ما نخلطوا بيان نروحوا نحطوها فوق النار تكون قليله ونقعدوا نخلطوا هي فوق النار ونقعدوا نخلطوا حتى تشوفوا الكريمه تاعنا دارت فقاعات وتقالت. هنا كي توخروها على النار زيدوا لها مغرفه صغيره تاع لا فاني. انا عندي فاني ليكيد، اذا كان عندك فاني بودر كيف ديري مغرفه صغيره تاع الفاني. نخلطوا هذيك لا فاني مع لا كريم باش يتجانسوا ونروحوا نحطوها في ان بلا باش نخلوها تبرد. كيما دركا نعرفوا راه الحال راه بارد نجمي تخليها فوق لا باياس لو طون اللي تبرد لك. سينو لا راكي مزروبه حطيها في الفريجيدار، ولا كنتي مزروبه بزاف حطيها فوق الكونجيلاتور باش تبرد لك ليه. بيان سور خطوها بالفيلم اليمونتير باش ما ديرلكمش لا كروت من الفوق. انا بعد ما بردت لي الكريمه رحت حطيتها في ان ريسيبيون صغير وزدت عليها نص كاس تاع لا شانتيي.
ضربوها مليح مليح حتى تولي لكم كريمه بيضه، حتى تولي ليس. شوفوا واحد الذوق غادي تعطيه لكم هاد لا كريم قراف بنينه عندكم كي تجي. نعمروا لا كريم تاعنا في لابوش ادوي هكا باش تسهل عليكم الخدمه. توجور نقول لكم استعملوا لي بوش ادوي هادو ولا دوك لي بوش جيطابل، يسهلوا عليكم الخدمه، تجيكم خدمه نقيه وبالخف تكملوا. هنا الكريمه تاعنا راهي واجده سي بون، نروحو نحطوها فوق هذاك البسكوي اللي فتتناه. وزعوها على لي فيغين تاعكم. الكميه هذه اللي درتها تاني عمرت لي 6 تاع لي فيغين. دركا نروحو لطريقه التزيين. انا حكمت الحبيبه تاع الطونسون تاعي، قصيتها كيما راكم تشوفوا دي رونديل وحطيتها بهذه الطريقه. كيما توجور نقول لكم لي طريقه التزيين كل وحده ولي تاعها. تبغي تقصيهم دي كوب صغار وتحطيهم الفوق، تبغي ديري تشينه تاعك مثلثات وتحطيها فوق الكاس، تبغي ترابي هذاك لو زيست دورانج وتحطيه من الفوق تزيني به. انا ما ننصحكش تحطي مبشور البرتقال فوق، يجيك شويه مر. شوفوا لي هذاك الجمال ما شاء الله، تحفه فنيه ولا اروع. الله يبارك، قو وشكل راقي. تحقيها لعرضاتك في رمضان ان شاء الله، وما من المناسبات احتفظوا بهذه الوصفه باسكو غادي تحقوها بزاف. ما نقول لكمش لو هذاك تاع لافاني ولو تاع البرتقال والكاطو عطاونا واحد المذاق ولا اروع. ما غاديش تنجموا تعرفوا شاني نهضر حتى تجربوها وتذوقوها، وخلوا لي كومونتير نشوف رايكم فيها. وفي الاخير نقول لكم اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم وشفتوا انه الوصفه تستاهل، ما تبخلوش عليا بجام وكومنتير حلو كيما نتوما باش تدعموني ونزيد نقدم لكم الافضل. وانتظروني في وصفات قادمه ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. راني محضرت لكم واحد التحليه تاع الشوكولا ب3 طبقات لرمضان 2026 قوه في البنه. وما بقى عليا غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.